افضل هدف لك او يعني اغلى هدف بالنسبه لك في البطوله وين كان؟ اليوم. اليوم. ايوه. اي واحد؟ هدف ثالث. هدف ثالث. ايوه. خلاص هذاك يبين لك هدف البطوله ويقربك للبطوله. والهدف كان حلو. ايوه. الهدف كان مميز. بس والهدف كان ارضي. ايوه. بس الهدف الاول مشيت على نفس الاستراتيجيه. نفس الاستراتيجيه كله شوت ارضي. ايه. لازم نزل بس الهدف الاول والله اقول حق هاي شهاده في يحيى. والله ما كنت اقول يحيى بيسوي هالاسيست. انا صدمني يوم سجلت سويت هالحركه. يعني يحيى صدمني في الاسيست. يحيى سفيان قبل ما نختم هالامسيه انا عارف ان كلكم تعبانين. ايوه تعبانين بس بنختم الحين. سفيان يعني من 14 يوم ما نمنا. من 14 يوم ما نمنا. اوه. ونعد العده لهاليوم. ان شاء الله. ما عليك. خلنا بساله بس. سفيان يعني تجربه الاحتراف بالنسبه لك، انت يمكن اول مره تطلع برا على المغرب. ايوه. انا اتذكر في نهائي البطوله العربيه يوم كنت مع الرجاء، كانت اخر مباراه لك مع الرجاء. ايوه. وطلعت في لقاء تلفزيوني تكلمت عن ابوك. اتذكر اللقاء زين. انا في لقاء تلفزيوني كانوا يسالونك عن المباراه، انت طلعت تكلمت عن ابوك، وكان صعب بالنسبه لك انك تفارق ابوك. وابوك واحد من الناس اللي يشتغلون في الرجاء ومعاشر في الرجاء. صح. وانت سنك صغير ويت في نادي العين. هل فتره وانتقالك من المغرب الى العين، نادي العين شو الجو اللي خلقه لك؟ يعني تجربه بالنسبه لك جديده، وبالنسبه لعمرك تجربه جديده. صراحه اول ما جيت العين جاء معايا ابويا وامي وزوجتي. اول ما جيت العين صراحه العين وفر لي كل الظروف عشان احس بنفسي في المغرب. ما حسيت اول شيء يوم جيت هنا حسيت اني غريب او شيء. حسيت نفس الشيء اللي كنت احسه في المغرب واكثر. صراحه وفر لي كل الظروف. هذه البطوله اقل شيء يعني اعطاها حق العين صراحه. وابويا حضر كل مباريات في دوري ابطال اسيا من بدايتها لين الحين الحمد لله. الشباب عارفين لا خالد، كل مباراه قبل ندخل الملعب نكون في الفندق، نكون قاعد هناك يسلمون عليه الشباب. الحمد لله نهدي لي البطوله هذه السهل. هو فرحان الحين. الله يعطيه الصحه والعافيه. والله فرحان. مو هو الشعب المغربي كله فرحان العين، لانه يقول لك تستاهلون على المسار اللي ادى العين. الجمهور المغربي يقول لك تستاهلون تتويج. وبختم كلامي اشكر اداره العين ونادي العين وجمهور العين، وهذه لهم البطوله هذه يستاهلون. ها اللي بختم.